بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وأنزل علينا السكينة والشفاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل بيت محمد الطيبين الطاهرين. السلام عليكم بنات، شلونكم؟ صحتكم وأحوالكم؟ يا رب الكل بخير وراجعين بهذا الفيديو. طبعا الأغلبية يقولون أم مصطفى الدعاء التقرينه بداية الفيديو، أنا هم راح أكتبه لكم بالتعليق المثبت إن شاء الله حتى تستفادون من عنده. هذا ورد مو دعاء، ورد للنبي محمد، للرسول صلى الله عليه وآله. اللي يريد يحفظ نفسه وعائلته وأطفاله أو بيته يردد هذا الدعاء، هذا الورد. خلوه لكم يوميا اقروا 3 مرات الصبح، 3 مرات قبل المغرب. تحصين، هذا كله هو تحصين لكم، تحصين للأولاد، تحصين للبيت، تحصين للأموال، تحصين عن الصحة. هو هذا تحصين. من يضركم بشي؟ اسم الله ما ينضر معاشي. فأنا هم حابة أكتب لكم تحت، لأن أكثرية البنات يقولون أم مصطفى شنو هذا الدعاء؟ كتبي إنه بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. دعاء الأمن. رددوا هذا الورد واعتادوا عليه. طبعا اليوم هنا عندنا عزومة، وهاي العزيمة الحمد لله يعني الأهل، أقارب، معارف الجاية تبونا من العمرة. أكو بعض الفيديوهات طبعا صورتها أول ما أجي، لأن أجي من العمرة، والحمد لله إن شاء الله يا ربي يوم إلكم وتزورون بيت الله. هذا الفرحة ما تنوصف طبعا، اللي يزور بيت الله تنكتب له عمره فرحة، وهيك تحسونها فرحة يوم من عمركم ما ينسي هذا اليوم. أنا رايحة عمره قبل هيك، قبل سنتين هيك، وهسه هو هم راح عمره إن شاء الله. يا ربي للجميع إن شاء الله. فقسم من عنده صورته، لأن هو قبل هيك قبل مدة من راح صورته، والقسم الثاني هم صورته. فظليت أجمع بالفيديو أجزاء أجزاء ما ألحق. تعرفون يعني بيتي والقناة والتصوير وشغلي بداخل البيت وما ألحق أبد، وأولادي متوسطة أكيد هم دراسة، وهذه هسه حاليا بدت وياهم امتحانات، واللهم التسهيل منك يا رب العالمين يا رب. نجاح للجميع الطلبة بحق محمد وآل محمد، وما يضيع تعبهم. الحمد لله والشكر. تعبت أنا ويا أولادي بالدراسة وهيك شي، والحمد لله علمي وطلعوا نتائج خير من الله، درجاتهم كلش عالية يعني، حتى طلعوا إعفاء، والفضل لله، الفضل لله. وأني هم تعبانة هم كلش وياهم، والحمد لله والشكر. فتعرفون هذه الظروف اللي أنا عايشتها، فلذلك أنا مرات أتأخر عن التنزيل، أتأخر عن التصوير. هسه جيت أبونا من العمرة لحد الآن أنا مصورة قسم، بعدين قسم، بعدين هم كملت عليه قسم. فصار الفيديو أجزاء. تعرفون اللي يجي من العمرة الخطار مو كلها تجي مثل يوم واحد ثاني يوم وتنتهي، لا يبقون مستمرة. يعني أصدقاء بالدوام إجونا، الأهل والمعارف إجونا، عمامة وأهله إجونا، يعني وهكذا الجوارين ما أعرف شنو، فتصير على شكل متقطعة فما ألحق. إحنا اللي يجينا ما شاء الله، إحنا العراقيين معروف علينا هذا الشي، العزوبية لازم الخطار اللي يجي ما يطلع وقت غداء لو وقت عشاء، لازم اللزمة على الغداء والعشاء. أتذكر تعليق من التعليقات يعني بذيك قناتي القديمة، واحدة من الوطن العربي قالت انتم العراقيين دائما تطلعون هيجي أكل هواية، انتو شنو هذا تبذير لو كرم؟ لا أكيد مو تبذير، هذا كرم. ما عندنا شي يتبذر، حتى لو زاد نوزع على الجيران. احنا واحدة من الناس يعني إذا سوينا عزومة والأكل خير خير من الله وزاد، لا ندزه للجوارين، ادزه هنا جدرية وهنا جدرية، والحمد لله والشكر. واللي يظل بالسفر واللي يصير مثل ما يقول طشار، هذا ألمه وأخليه بصينية، وتكرمون للحيوانات.
أو للعصافير والطيور صاعدة فوق. ما عندنا إحنا تبذير. المبذرون أخوان الشياطين. فهذا كله كرم وخير الله، الحمد لله والشكر. العراقيين بيوتهم متروسة خيرات الله سبحانه وتعالى وخيرات أبا عبد الله الحسين، لأن كل بيت تلقون بيه لو عندهم مواكب، لو عندهم ناس خدم تخدم بالمواكب، لو عندهم تبرعات تتبرع للمواكب. وإحنا واحد من الناس، صح أنا ما أخدم لأن إحنا نطلع مشاية، لكن قبل المشاية تجينا المواكب نجهزهم، والفضل لله، فضل لله سبحانه وتعالى. هذه كلها لوجه الله تعالى، فكل شيء لوجه الله ما يضيع، ما كان لله ينمو. فهذا الخير، وهذا تشوفونه الأكل هواية، وتشوفون حتى لو نسوي قليل هو يصير هواية، بركات من الله سبحانه وتعالى. لأن من ننطي ننويه لوجه الله تعالى. أول ما طلع ماعون من بيتي أقول لوجه الله تعالى. يجيني خطار داخل بيتي لو قد ما يكون العدد ما أتعاجز وأطبخ وأرتب وعلى حسب الأصول، وياكلون ويزيد، وأقول هذا لوجه الله تعالى، لأن شكرتم لأزيدنكم. فهذا كله هو فضل الله سبحانه وتعالى. فالحمد لله والشكر. مثل ما قلت لكم هو خيرات الله سبحانه وتعالى وأهل البيت والإمام الحسين. وأتمنى جاوبت بعض التعليقات العربية اللي تجيني من البلدان العربية بخصوص كل ما أنزل يشوفون الأكل هواية وقالوا هذا تبذير لو كرم. لا، أكيد كرم، هذا كله كرم. كرمنا من كرم أهل البيت عليهم السلام. وباعوا لي السمك. هنا أتوقف قليلا. نقطة ضعف السمك، اللي حابة تعزمني فتعزمني على سمك. أموت على السمك من أنا طفلة. سمك ذا شوي ذا قلي ذا، كل الأحوال أحب السمك. الحمد لله والشكر. يعني قد ما نخلي إحنا نقول قليل، والله العظيم قد ما نخلي نقول عليه قليل، وهو خير من الله، خير من الله. يعني صدقوا الخطار اللي يجي لوش كم نفر يكون نمد السفرة خير من الله تنجمع، لأن هو الضيف من يجي للبيت يجيب رزقه وياه. تظل تشوفين السفرة ما شاء الله تنملي. وإحنا العراقيين معروف علينا الكرم. باقي البلدان أنا شافتهم بعيني، يعني من كنا بالمواكب، يعني إحنا نروح مشاية كل سنة، فيتعجبون على هذا الكرم ويتعجبون على هذا الطبخ والجداري الكبار، وهذا اللي يطبخ الخرفان، أو هذا اللي يذبح الذبايح. خير خير من الله. هم العراقيين معروف عليهم الكرم والشيمة والطيبة والغيرة على عرضهم وعلى بلدهم. والحمد لله. تدرون كم مرة صادفوني من البلدان العربية ظلون يسولفون وياي وهيك، يعني متعجبين على هذا الكرم، على هاي المواكب. تقول أطول سفرة هذه، قلت لها كل المحافظات كلها هيك، كلها متجهة إلى كربلاء. كل المحافظات العراق متجهة إلى كربلاء. وبالإضافة أنه الدول العربية اللي تدخل العراق كلها متجهة إلى كربلاء، كربلاء الأحرار، كربلاء الحسين. فهذا الخير كله من الله سبحانه وتعالى، أو من كرم أبا عبد الله الحسين وأهل البيت. تشوفين كل بيت ما جوعان بالعراق، الحمد لله. أبسط شيء هو عنده الحصة التموينية، وهي باقي الدول ما موجودة. على العموم هذا المي زمزم، كلش أحبه، مي زمزم كلش أحبه، معجزة هذا المي، الحمد لله والشكر. بنات، هذا إذا عندكم مي زمزم حصنوا بيه البيت، انتوا اقروا عليه آيات قرآنية حصرا من القرآن، مو أدعية، لا، آيات قرآنية من القرآن. واشربوا، خصوصا سورة الفاتحة إذا قريتوها 7 مرات ختمونها على المي بصوت مسموع، واقروا على الدبة واشربوا منعتها يوميا الصبح على الريق. سبحان الله، سبحان الله اللي جعل القرآن معجزة، معجزة. طبعا أفتخر أنا بديني، كلش أفتخر، لأن ديني
والقرآن هو كله معجزات. فصدقوا أهل الغرب ترى ياخذون من القرآن ويطبقون، بمعنى أكو أشياء من القرآن مثلا في سورة النور، أنا اللي قرأتها في سورة النور، الله سبحانه وتعالى شلون جاز الزاني والزانية، اقروها وشوفوها، هم طبقوها مو على الزاني والزانية. ليش جلده 80 جلدة أو 100 جلدة ولا تأخذكم بهم رأفة، الله ذكرها بالقرآن. فدرسوها، طبعا هي هاي دراسة روسية، فدرسوها انه ليش ينجلد على الظهر، هذه الجلدة شو تسوي بالجسم، شو تسوي بالدم، فمن هيك اخذوا اختبارات. فسبحان الله، هسه احنا من نريد نتعمق بهذه الامور لا يجينا واحد مستطرق عقله صغير يذب له كلمة ويطلع وانا حذفه. فهذول التعليقات السلبية اقول لي يتعبون نفسهم، لان انا ما ارد عليهم قبل احذفهم. على العموم ترى اللي يجي من الحج، بالذات من الحج، يعني اللي يجي من بيت الله وجايب صوغة ما أدري ليش أحسها فد شي هيجي حلو هيجي، فد متعة، فد شي سعادة، اللي يجي من بيت الله وجايب وياه غراض. هذا الشعور والله العظيم يعني كلش أحبه. أحب واحد هيجي يجي من بيت الله وجايب هدايا، جايب فد شغلات يعني تحسوها حلوة جاية من بلد بعيد، ويعني هيك وفرحة. طبعا هو حتى جاب حلويات خطية للجهال وياه، راحوا طيران ورجعوا طيران. هاي العطورات جاب كومة من عته ووزعنا من عته، وخير من الله الحمد لله. ولو هي ناس هواية اجتنا. طبعا هذا كحل الأثمد راح أسوي لكم عليه فد خلطة علاجية للعيون ومختومة بسور من القرآن، هم إن شاء الله أنزلها لكم، احتمال على القصص هيجي أنزلها. هذا بخور الدوسري، البخورات متت عليها قد حلوة. هو هناك وخابرنا وقلت له أنا كل شي ما أريد بس البخورات، بخورات عطورات هاي السوالف أموت عليها كلش طيبة. طبعا العطر مالته وخليت منه للبيت وحصنت البيت والحمد لله والشكر. فهم زين يعني أسعارهم تقريبا مثلنا، يعني هيك إذا نريد نضربها بالدولار، الريال السعودي والدينار العراقي إذا نضربه بالدولار تقريبا يعني مقارب إليه. فالحمد لله والشكر. هو جابها لنا صوغة وفرحة، وجاب وياهم أدوية ما أعرف شنو هيك شغلات يعني. البخورات اجتنا هواية والله، ناس بنات هواية يعني، حتى صار إحراج لأنه هو شقد جاب وياه غراض وشقد اشترينا هم غراض وشقد وزعنا. فبقت الناس تجينا الحمد لله والشكر لله. باع اليوم اللي يحبك يجيك ويسأل عنك، والحمد لله. هذا عبي باعوها، هذا العبي اللون مالته أسود فاحم وخفيفة. شلون خفيفة كأنها، أنا أحب هيجي عبا خفيفة مو ثقيلة أضوج منها. فجاب همه كمية من العبي وهيك شي، سواتها حلو. بس سعرها ما أعرف والله، لأن هي هنا أسعار متفاوتة، مرة ماخذين من السوق، مرة ماخذين من مول، يعني هي هاي الأشياء الموجودة. فالحمد لله والشكر. زين ذوقه حلو. قال راح أجيب رصاصي، انت تحبين الرصاصي؟ أموت على الألوان بنات، الرصاصي، الرمادي، أسود، أبيض، يعني هاي الألوان عشق بالنسبة لي يعني. من أنا طفلة كانوا يتعجبون علي، أنا طفلة وأحب اللون الأسود، يعني ماكو هيك طفل يحب الألوان المبهجة، بس أنا باقي يعني ولحد الآن أبقى يعني أحب هاي الألوان، أحسها ملكية، الأسود الأبيض، يعني بحيث حتى الكاونتر من خليته المطبخ سويته أسود وأبيض. غراض بيتي جبتها باللون الأسود أو الرمادي، هاي الألوان حلوة. فجاب لي هذا اللون، قال أنت تحبين هيك ألوان، جاب لي إياه كلش حلو ناعم وحلو، يعني لونه حلو هم نازك. الألوان إلها تأثير كلش قوي على النفسية، يعني أنت اليوم تحبين لون بنفسجي، طبعا هو كل لون إله تفسيره ويعبر عن الشخصية أيضا. اليوم أنت تحبين لون بنفسجي، جيبي اللون البنفسجي ما دامك تحبينه وتحسين أنت مرتاحة، معليش بالبقية، معليش بالموديل، معليش بالكلام،
المهم هذا يبهج النفس. أنا بالنسبة إلي وراح تضحكون يعني تقولون شنو هذا الحكي، شنو هذا الذوق. بالنسبة إلي اللون الأسود سعادتي، اللون الأبيض سعادتي، قمة السعادة، خصوصا الرمادي يعني الممزوج بين الأسود والأبيض، وأكثر شيء يميل على السواد يعني رمادي. هذه الألوان فعلا أعشقها عشق من الطفولة. أنا أحب هيجي ألوان، أحسها ناسكة. ولو تلاحظون ألوان تروح ألوان تجي، ألوان ممزوجة، مثل لون أصفر مع لون أزرق يطلع بنفسجي، أو لون أخضر مع شوف يا لون، أو أصفر مع أحمر يطلع برتقالي. هذه الألوان الممزوجة بمرور الزمن ينتهي موديلها، يعني يروح الموديل. هسه مثلا الكاونتر اجى لون أخضر انتهى، ما ظل يمكن سنة وانتهى موديله. قام اللي يشوف أخضر والله قديم انت، وجى لون أحمر والله قديم انت، يعني تنتهي هذه الألوان. بينما إذا ناخذ الألوان الأساسية مثل الأبيض مثل الأسود، هذه الألوان باقية أزلية ما تروح، حتى لو يروح موديل ويجي موديل هذه الألوان باقية أساسية. يعني هساني كاونتري صار له بال4 سنوات من خليته أسود وأبيض، باعي ألوان راحت، ألوان إجت، كاونترات راحت، موديلات إجت، وهذا وهو باقي كأنما موديله هسه وكلش حلو. أنا يعني يجي ينعجب بيه، قالوا كلش حلو. فالاختيار الألوان ضروري ضروري بنات، من تختارون ملابسكم أو تختارون أثاث البيت، لأن إلها تأثير كلش قوي على النفسية. أخذي اللون اللي تحبينه أنتي، أخذي الحاجة اللي ترغبينها أنتي، ما ناخذ بكلام فلان انطاني راي مشيت بيه، علان انطاني ما أعرف شنو كلمة مشيت بيها وتالي أضوج منها. لا، أخذ رأيي أني وكلامي أني وتفكيري أني واللون اللي أحبه أني وأرتاح له. هذه الألوان هي إلها تأثير. طبعا انذكرت بالقرآن الكريم هذه الألوان، انذكرت في سورة البقرة، بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين، تسر الناظرين، إذا لونها حلو ولونها مبهج. واللون الأصفر أيضا حلو ومبهج. اللهم لك الحمد ولك الشكر على نعمة الإسلام، الدين الحنيف. أفتخر أنه أني مسلمة، أفتخر من بين الأديان كلها أنه أني مسلمة. الحمد لله والشكر. الله ما يخلق الدنيا عبث، ولا يخلق شيء عبث، ولا يخلق الألوان عبث، ولا خلق حتى الأرقام عبث، لأن الأرقام أيضا ذكرت بالقرآن وكل آية إلها رقم. حتى الأحرف وبداية السور هم أول ما تبدي أكو آيات بالأحرف، ألف لام ميم في سورة البقرة وفي سورة مريم كاء هاء عين. المهم هذه الأحرف ما تنخلق عبث. شوفوا يعني ملاحظة، شقد نحكي الكلام مليارات لكن الأحرف 28 حرف، شقد نكتب أرقام مليارات الأرقام وما تخلص، وهي كلها 9 أرقام من 1 ل9، أما 10 فيرجع إلى 1. شوفوا المعجزات الإلهية حتى باللسان. ومن آياته اختلاف ألسنتكم، يعني أنا أحكي عربي، ذاك يحكي عجمي، هذا يحكي إنجليزي، هذا يحكي غير لغة سرياني، وهذه من آيات الله. الأرقام أيضا، الأحرف كذلك، والألوان أيضا إلهم تأثير قوي على البشر. فماكو شيء الله سبحانه وتعالى يخلق عبث، وماكو شيء ذكر بالقرآن إذا ما كان إنه درس وتوعية. فالحمد لله والشكر لله على نعمة الإسلام. أتمنى عجبكم هذا الفيديو، ولو كان الحديث خارج الفيديو بس حبيت أواصل